والتسليم المبعوث رحمة للعالمين. يؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله شعيرة من شعائر الله تقربا للخالق جل في علاه، أجواء مفعمة بالإيمان والتضرع إلى العلي القدير، بالدعاء والتبتل، ومعطرة بالتكبير والتهليل والتحميد وتلاوة الذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر، ما تقرب إلى الله المؤمنون وأشرقت وجوههم بنور الإيمان، وسبحان الله كلما هل هلال وأكبر، والحمد لله كلما صلى مصل لربه وكبر، الحمد لله الحنان المنان، وقد من علينا بمواسم للخيرات تعود وتتكرر. من المواسم الفاضلة الأيام العشر من ذي الحجة، بما أودع فيها المولى سبحانه من النفحات، ففيها يوم التروية، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، نفحات إلهية وعطاءات ربانية يغتنم أتباع سيد رسل ويغفل في معناء الصحة والعافية، وعادها على الأمة الإسلامية أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في طاعة وخضوع وخشوع لرافع السماوات بغير عمد الفرد الصمد. من مقاصد الأعياد في شريعة الله الالتقاء أكبر الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. السلام عليكم. ودابا ملكنا الغالي غادي يذبح الكبش ديال عيد الأضحى ديالو والثاني ديال الشعب ديالو، فما خصناش نبينو كيف كتشوفوا الدم يعني في اليوتيوب ما كيقبلوش. ما شاء الله حواله فنين غزلان هذا الكبش الثاني تا هو، وتبارك الله ما شاء الله غزالين سردين بالحنة كيف التقاليد المغربية الأصيلة. وعيد مبارك سعيد على الجميع. توحيد خالصة من الشك ومن الارتياب وعدم اليقين. في هذا اليوم العظيم تستحضر الأمة الإسلامية معاني وخلق التضحية من خليل الله إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، الذي قدم للبشرية كلها أغلى دروس الفداء بعد أن صدق الرؤيا وهم بذبح ولده إسماعيل لولا أن فداه ربه بذبح عظيم. حللوا ونحوا فتمت بذلك حجة الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. من حكمة الله في خلقه أن شرع لهم من الأعياد ما يلبي الفطرة التي فطرهم عليها. نحن أمة التوحيد، صلاتنا وصيامنا وسائر عباداتنا ونسكنا لله ليس لسواه. نحن أمة
الإسلام واختارها لحمل لوائه وشريعته. نعم ربانية تستوجب شكر الخالق سبحانه الذي جاد على بلدنا بقيادة رشيدة لأمير المؤمنين الذي يحقق لشعبه الوفي ما يرنو إليه من عيش كريم وتنمية شاملة مستدامة. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى